إذاعة الكبار من القاهرة تقدم حديث الصور. اسمك من ملامحك، احكي وقول من غير ما تتكلم هنعرف. حديث الصور. إعداد وتقديم نادية تهامي. الإخراج هبة حربي. كل سنة وكل المصريين وكل العرب بخير وسلام وانتصارات وإرادة قوية. الذكرى التي دائما في وجدان الكبير قبل الصغير ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد 10 من رمضان 6 من أكتوبر لعام 1973. الذكرى التي محت سنوات من الهزيمة والعار، الذكرى التي غيرت مجرى تاريخ الحربية العسكرية والاستراتيجية في العالم أجمع. كل سنة وأستاذ أحمد عطية الله المؤرخ الحربي والمسؤول الإعلامي بالمركز القومي للبحوث، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانتم طيبين ومصر طيبة بخير وفي عزة وكرامة ومجد دايما يا رب. أستاذ أحمد، إذا كنا نتحدث بالصور الفوتوغرافية عن أبطال أكتوبر وما قدموه من أمجاد نحتذي بها الآن كرسالة، ماذا تقول من خلال كتاباتك عن الشهيد البطل الشهيد عميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي والتعريف بشخصيته من أجل أن نتعرف على هذا البطل وما قدمه الذي نحتفل ونحيي ذكراها الآن في يوم 19 أكتوبر 1973 في مثل هذا اليوم، ونحيي ذكرى هذا البطل العظيم الجريء الذي قدم وضحى من أجل مصر. الشهيد البطل رحمه الله العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي رجل يجب أن يسلط عليه الضوء، ويجب أن يقدم نموذج لأبنائنا من الشباب ليتعرفوا على هذا الرجل المخلص لمصر الذي قام بكل ما يستطيع نحو مصر وضحى بصحته وبراحته والقرب من أبنائه، وأنه يكون موجود داخل المجموعة بين رجاله يدربهم ويخطط لهم للعمليات القادمة ويشاركهم فيها على حساب راحته وعلى حساب أبنائه الذين كانوا لا يرونه فيذهبون إلى مقر المجموعة ليروا والدهم. هذا الرجل العظيم له منا كل الإجلال والتحية، وإن شاء الله يأتي اليوم الذي يكرم ويأخذ حقه من التكريم هو رجال مجموعته المجموعة 39 قتال. هذا الرجل يعني نموذج طيب أسماه أبنائي على الجروبات العسكرية أمير شهداء حرب أكتوبر، وهو بالفعل يستحق هذا الاسم. كان في صغره وهو شاب صغير عام 48 في مراحل التعليم الثانوية كان يذهب إلى محطة القطار محطة مصر اللي هي رمسيس حتى يشاهد جنودنا وهم ذاهبون للحرب في فلسطين، واتخذ من البطل الشهيد البطل أحمد عبد العزيز الضابط المصري الذي قاد الفدائيين على أرض فلسطين دفاعا عن الأرض والعرض والشرف، اتخذ منه مثالا، وبالفعل كان امتدادا للشهيد أحمد عبد العزيز البطل. حتى رمز الذي اتخذه أحمد عبد العزيز وهو رأس النمر الواثب أخذه الرفاعي رمز لمجموعته 39 قتال. هذا الشاب في صغره كان محبا للرياضة، لم يكن يمتاز بالكبر الحجم أو طول القامة، حتى أننا نلاحظ في صغره بين رجال مجموعته مثلا وأحمد رجاء عطية أو القبطان وسام عباس حافظ عندما يقف وسطهما يظهر فرق الطول وضآلة الجسم، ولكنه عوض ذلك بقوة القلب وقوة الإيمان وقوة العزيمة. كان رجل لا يخشى الموت، وقد اختاره الله وأنزله منازل الشهداء
تقديرا له، لا نزكي على الله، ولكنه رجل بذل الجهد والتضحية فكفأه الله بمنزلة الشهادة. طالت يا أما السنين، خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زي فدائين يما جوا المواقع بين المدافع، جوا المواقع بين المدافع، وسط القنابل امسك اقاتل، وسط القنابل امسك اقاتل، وسط القنابل امسك اقاتل، واموت اعيش ما يهمنيش، اموت اعيش ما يهمنيش، وكفايه اشوف عالم العروبه باقي عالم العروبه باقي. صورة اللي حضرتك هتعرفنا هذه الصور، لقاء أبطال المجموعة 39 قتال مع أبطال شباب المتحف المصري والأصدقاء. أمامي صورة الغضنفر سمير نوح، أحمد عطية الله، أبو كامل، الابن أحمد سليمان، شاكر وشريف ودكتورة زينب، أحبابي من شباب وشابات شرفاء المتحف المصري العظماء. هذه الصورة متى ولماذا؟ وهل الصور والاجتماعات تكفي أم ماذا نريد لهؤلاء الأبطال ومن هؤلاء الأبطال؟ هي الصورة في إطار أنشطة جمعية أصدقاء المحارب، لبينا والجمعية بتلبي طلبات الشباب وطلبات الهيئات وطلبات النقابات في عقد لقاءات مع الأبطال. في الفترة الأخيرة لما الناس عرفوا، المدنيين عرفوا قيمة الناس دي، فابتدوا يطلبوا مقابلتهم. لكن هذا اللقاء له طابع خاص جدا. هو إيه؟ شباب المتحف المصري دي مجموعة من شباب الثورة، ثورة 25 يناير، اللي كونوا دروع بشرية حوالين المتحف لحمايته من السرقة. فدول بيعتز بيهم أبطال قواتنا المسلحة جدا، الأبطال السابقين، أبطال مجموعة 39 وغيرهم، بيقولوا لهم أنتوا أبطال عننا وأنتوا أهم مننا لأنكم بتحافظوا على ثروة مصر. طبعا لكن هم اللي صنعوها. فطبعا بيقولوا لهم انتوا ابطال، ما تقولوش عننا بطولة، يعني بكونكم بتحافظوا على وكانوا سعداء بتلبية دعوة شباب المتحف المصري لزيارة المتحف المصري. دبروا لنا زيارة للمتحف المصري زار الأبطال خلالها المتحف مع السيدة الفاضلة الدكتورة مديرة المتحف المصري وشباب المتحف المصري، وتم جولة خلال المتحف المصري في هذا اليوم، وأعقبوا جولة نيلية يعني هم الشباب أقاموها لهؤلاء الأبطال، وتم فيها تبادل الكلمات خلال الجولة النيلية بنهر النيل. الصورة دي اللي حط عليها الأسماء هو أخي البطل سمير نوح، أمين سر المجموعة 39 قتال، والراجل اللي يعاونني في كل أعمال الجمعية ويعاونني في اللقاءات، وحريص جدا على التواصل مع الشباب. هو كتب الابن أحمد سليمان لأن الأستاذ أحمد سليمان هو ابن البطل سليمان السيد سليمان، أحد أبطال المجموعة 39 الذين توفاهم الله العام الماضي. أستاذ أحمد، على الرغم من أن هؤلاء الأبطال قدموا الكثير والكثير وخاضوا من أجل مصر وخاضوا مغامرات لا توصف ولن تتكرر، ومن يستمع إليها ينتاب الخوف والرهبة والهول مما صنعوه من إعجاز ومن إنجاز، ولكني أجد أمامي شباب مثل هؤلاء الشباب الصغار. ما سر هذا الشباب؟ الشباب يعني وارث جينات البطولة عن آبائه الأبطال. عدد ليس بالقليل من شباب مصر ما شاء الله عليهم يقدروا العسكرية المصرية ويحترموها ويجلوها. بعضهم سمع عن هؤلاء الأبطال فحرص أن يحضر هذه اللقاءات. وبعد اللقاءات بعض الشباب يقول لي أنا حاسس إن أنا بحلم، معقولة أنا قابلت الناس دي وسلمت عليها؟ أنا كنت برضه في نفس التساؤل. فيعني دليل يعني ان الشباب بيقدر البطولات وبيقدر كل من بذل جهد من اجل مصر.
أنا فعلا كنت وبنتي في نفس هذا التساؤل، إحنا بنحلم ولا إيه؟ عندما ذهبنا إلى تبة الشجرة في احتفالاتنا بأكتوبر المجيد، أمامي صورة لأبطال مجموعة 39، البطل مصطفى إبراهيم وكثير من الأبطال، و